تتداعى اليوم لنشر هذه الصور في جرائدها. ليش؟ حتى يضيع الأمر في دول الكفر، مثلما أرادوا في قتل النبي في الهجرة، أرادوا قتله قبل هجرته حتى يضيع دمه في القبائل. هكذا اليوم الاتحاد الأوروبي يريد أن يفعل. تتداعى طوائف متطرفة يمينية لنشر هذه الصور في كل دول أوروبا حتى يقف المسلمون عاجزين مثلما نحن اليوم عاجزون. سمعت بمنافق بل برأس النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد أحد بالتحديد ماذا قال؟ قال إذا رجعنا إلى المدينة، عبد الله بن أبي بن سلول قال إذا رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز يقصد نفسه منها الأذل يقصد من؟ رسول الله. شوف الكلمة الخبيثة، وصف النبي بالذلة. وطبعا هذا أقل مما يفعله اليوم الدنمارك وأهلها. لكن سمع هذه المقولة من؟ ابن عبد الله بن أبي بن سلول، ابن رأس النفاق والمنافقين، وابنه اسمه أيضا عبد الله. سمع هذه المقولة فإذا به، وجهه كان مؤمنا صادقا، وإذا به يشهر سيفه ويقف عند باب المدينة. فلما وصل أبوه يريد الدخول إلى المدينة قال والله لا تخطو خطوة ولا تدخل هذه المدينة. قال ولم يا بني؟ قال علمت أنك سببت رسول الله. يكلم من؟ أباه. قال أنا أبوك. قال وإن كنت والله إن خطوت خطوة قطعت رأسك. تسب رسول الله وتدخل هذه المدينة؟ من شفع لأبيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. لولا شفاعة النبي لأبيه لقتله ابنه. يقتل أباه؟ نعم هذا الرسول. يعادي أباه؟ هذا الرسول. يقاطع أباه؟ هذا الرسول. اليوم قادرين نقاطع الجبل، لأن الإيمان للأسف بدأ يذبل في القلوب. هذا يقاطع أباه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. في أغلب من الأبناء، حتى الأبناء، واحد يعادي الرسول، واحد يسب الرسول، والله نبغضهم ثم نبغضهم ثم نبغضهم ثم سنعاديهم ثم سنقاطعهم إلى أن تقوم الساعة. القضية ليست اعتذار كاذب، وليست دموع تماسيح، وليست حلول سياسية فتبا لها ولأهلها. القضية دين. إن شانئك هو الأبتر. الله يقول ورفعنا لك ذكرك ويخسؤون بسبه وكتبه. الآن يظهر الإيمان. كيف ننصره؟ تعلم سيرة. أنصح كل سامع اليوم أن يبدأ بتعلم سيرة النبي. اشتر بعض الأشرطة، اشتر بعض الكتب، احضر بعض المجالس، تعلم سيرته عليه الصلاة والسلام. اليوم فضائح، الناس ما تعرف هاجر وكم عمره، بعث وكم عمره، ماذا حصل في البعثة، العداء الذي حصل في مكة. بعض الناس هذه القصص كأنه أول مرة يسمعها، كأن زوجات النبي لغز مو قادر يحله، أولاد النبي إلى اليوم متعقد مو قادر يحفظهم وكلهم كم ولد. بسيط، لكن بعدنا عن السيرة صار الواحد لا يتمسك حتى بهديه وسنته. اثنين، اقرأ أحاديثه، اقرأ أحاديثه الصحيحة وابدأ طبق ما عيش من البشر. قال لك افعل افعل، لا تفعل لا تفعل. الناس رضوا أو لم يرضوا، وما علاقتي بالناس أصلا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. اقرأ رياض الصالحين، اقرأ الأحاديث،
في اللؤلؤ والمرجان، اقرأ صحيح البخاري، اقرأ صحيح مسلم، اقرأ كتب الحديث وبعض معاني هذه الأحاديث وشرحها طبق يا عبد الله. نهى النبي أن يشرب الرجل قائما، مكروه، الرسول يكرهه. أشرب وأنا جالس أتقرب بهذا إلى الله. من حبي للرسول كان يحب السواك، أحب السواك. كان يبدأ بالانتعال بيميني، أبدأ بالانتعال بيميني. كان لا يأكل إلا بيمينه، آكل بيميني. كان إذا دخل البيت قال كذا، أقول كما يقول، أفعل كما يفعل. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا تفعل. البيع حرام، ربا، ظلم، ما يجوز. لا تسأل، هذا الأمر يدخل في العقل ولا ما يدخل في العقل. قال فقهاء الإسلام أن هذه الأمور حرام. أقرأ هذه الأيام من بعض من رفع رأسه وعقيرته في سب كل من حرم اختلاط الرجال بالنساء على مقاعد الدراسة. أقرأ كلام عجيب. القوى الدينية المتخلفة ماذا يقصدون؟ القوى الدينية الرجعية أي دين يقصدون؟ أنا أسأل، أي دين هذا الذي يهاجمون ويصفونه بالظلامية والرجعية والتخلف؟ هل هذا الدين يقصدون فيه دين ماركس ولينين؟ ما أظن، لأنه دينهم. هل هذا الذي يقصدون دين النصارى المحرف أو اليهود الذين سبوا الله؟ طبعا لا. أي دين يقصدون متخلف ورجعي وظلامي أي كره لشريعة رب العالمين هذا؟ أي بغض لهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا؟ بل أحاديث صحيحة صريحة يشتمون قائلها في الجرائد. سبحان ربي. لا ننظر فقط إلى الدنمارك، بل عندنا أناس يتلبسون بلباس الإسلام وربما هم ألعن من الحاقدين في الدنمارك. إذا تعلم، أفضل وسيلة لنصرة النبي تعلم دينه، تعلم هديه، احفظ أحاديثه. هل تستطيع أن تحفظ 40 النووية؟ 40 حديث هي قواعد الإسلام التي ينبني عليها هذا الدين كله. 40 حديث جمعها الإمام النووي وسماها 40 النووية، أكثرها نحفظها. هل جربت أن تشتري هذا الكتيب الذي يوضع بالجيب، كتيب صغير يوضع بالجيب، وتحفظه نفسك وأهلك وأولادك؟ هذا نصر النبي. نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ندعو الناس إلى اتباع هديه والاكتفاء بسنته وإلى الدفاع عنه وإلى مقاطعة كل من يسبه ويشتمه في الانترنت. ننشر المواقع، نرسلها إلى بلاد الغرب، نعرفهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ننشئ لجان، مراكز متخصصة في نشر هديه وتعليم الناس سنته وحث الناس على اتباعه. كل من زعم أنه يحب الله يجب أن يتبع رسول الله، وإلا هو كاذب. اللي يقول أنا أحب الله لازم يتبع الرسول، وإلا هو كاذب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا محمدا، فاتبعوني يحببكم الله. تحب الله؟ تبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولنبدأ من اليوم حياة جديدة بيننا وبين هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أكثر من الصلاة عليه في كل وقت، فإنه من صلى على النبي مرة صلى الله عليه بها 10. الله أكبر. أنا أصلي على الرسول والله يصلي عليه، نعم، كرامة لرسول الله، شرفا وقدرا لرسول الله. بل الله بعظمه وجلاله جل وعلا يصلي على رسول الله. إن الله وملائكته
وملائكته يصلون على النبي. وحثالة الأمم يستهزئون به. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لو جعلت كل يومك وليلتك صلاة على النبي لكفاك الله الهموم وأزال عنك الغموم وأعطاك ما تريد بغير أن تسأله. فلنكثر من الصلاة عليه